احنا نطلع من اطار اللعب يعني شوي، ندخل اكو تدخلات يعني هاي الجمهور طالبها وهي صايره. الموسم الفائت انت مثلت نادي الناصريه ونتائج كانت جدا مميزه بالفتره اللي كنت متواجد بها انت. فتره الناصريه انتكس، صارت ما عنده يعني خلينا نقول الظروف الماديه صعبه، رئيس نادي كان ما موجود، هيئه اداريه كانت ما موجوده، وبعدها انت انسحبت من الفريق وياك اخوانك زيد والثاني منو؟ زيد وطارق وباقي اللاعبين يمكن هم وياك طلعوا يمكن رحت ويا نادي. لا هم مو هيك. احنا اول ما شكلنا الفريق العام انا ودكتور عامر كان هدفنا هو اصلا احنا هدفنا نسوي. هسه احنا حتى ما نبتعد عن الموضوع، سؤالنا من خرجت انت الفريق تفلش بليله وضحاها ورا 3 لعبات. هو خلنا احكي لك عن التفاصيل بالبدايه حتى تعرف ليش مثلا احنا اول ما شكلنا الفريق كان هدفنا فقط نرجع كرة اليد او نسوي كرة يد بالمحافظة. كانت كرة اليد على السنين اللي انا شفتها، يعني اللي انا كنت ويا يعني من اجيت هنا من بديت كرة يد ما شفنا نادي بالمحافظة كرة يد يلعب بدور الممتاز او دور المحترفين. مرة واحدة النصر يمكن اشترك وسنة وانسحب، فاحنا ردنا نرجع كرة اليد بالمحافظة، نريد الناس او جمهورنا بالناصريه يشوف اكو كرة يد. نقول رجعت باعتبار دخلت دور المحترفين والاول مره يمكن. اول مره هي تصير. رجعنا دخلنا بالدوري، كانت هواي مشاكل. يعني هي بالمناسبه طبعا المشاكل كان كلها يعني كان ماكو نادي اصلا، نادي ناصريه ماكو رئيس نادي مستقيل، ما تعرف لمن تروح. شلون كنتوا تديرون الامور؟ ندير الامور كان يديرها دكتور عامر. هو كان خطير، يعني يروح يجيب يعني تخيل كتاب مال سفر احنا بالقوه نحصله. كتاب اذا تريد تسافر تاخذ فريق بالبدايه مشى الفريق، يعني حسب ما انا وياه متفقين مشى الفريق، مشى تقريبا 6 جولات او 7 بالمرحله الاولى، يمكن بقى 3 جولات وتنتهي المرحله الاولى. صارت اكو اشكاليات. هاي الاشكاليات انا بصراحه ما حبيتها. اشكاليات يامن يعني هو وي الكادر التدريبي مو اشكاليات. وي استاذ عامر مو اشكاليات، بانما هو عنده وجهه نظر. سوء فهم او خلاف فني. خلاف فني يعني هو عنده وجهه نظر وانا عندي وجهه نظر. فشفتها يعني حاولت باكثر من وسيله اوحد وجهات النظر، ما صارت. خلينا نسولف سوالف عاديه. انت باعتبار مدرس وهسه جاي تدرس دراسه ماجستير، اللاعب شنو دخله بالقرارات الفنيه والمدرب؟ المدرب يعتبر هو صاحب الكلمه الاولى بالفريق. صحيح. بالناصريه هنا عندنا يعني ولا قصورا بكل موجودين هم اللاعبين كره اليد، بس انا بحسب خبرتي انا جيت للناصريه اصلا كانت عندي عروض من خارج المحافظه وعروض زينه. انا جيت هنا ببلاش على مود شنو؟ على مود اخدم المحافظه من الامكانيات العده ومن الخبره العدي، لازم اجي انطيها للمحافظه وانطيها اللاعبين المحافظه. احنا ما نقدر نسوي كره يد اذا انا عندي خبره وضامها ما انطيها، فشنو الفائده؟ فانا كنت يعني اقول اكثر خبره، مو اكثر علميه بس اكثر خبره يعني انا من 2010 لحد 2013 هي العام انا بالدوري الممتاز ودوري المحترفين العب. فانا من جيت ردت انقل هاي الخبره. هم دكتور عامر يعني كان قبل يلعب، بعدين هو مبتعد هاي الفتره، فانا باقي متواصل. بس هو دكتور يعني ماخذ يعني حتى لو ما كان يعرف دارس لفت 10 سنوات لا لاعب هو بالتربيه الرياضيه. بس انا احكي لك على الخبره، انا متواصل. انت الرياضه التربيه الرياضيه اقصد انا البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، حتى خاف واحد يقول هي احنا جاي نحكي لك، انا جاي اقول لك انا هاي الفتره باقي متواصل بالرياضه، متواصل بكره اليد. احنا الرياضه اذا جاي تشوفها بتطور، يعني كل سنه على سنه جاي تتطور. زين استاذ حسام سؤال، انا اقاطعك لازم اقاطعك. اكمل لك لا تكمل لي، اقاطعك وبعدين كمل لي. انا ذكرك اذا ناسي. انت هسه كرياضي وانت مدرب، يجي واحد يتدخل بقراراتك يقول لك هاي صح وهاي خطا، تقبل؟ حسب. شلون حسب؟ اذا مثلا مو هي هو رفض مدرب رفض هو هاي الفكره. هو بعدين رفض قال لا بعد ما راح تتدخل كل الامر. قلت له خلاص ما طول انا بعد ما اتدخل، انا جيت هنا حتى اخدم. هسه بعد انا انتهت مهمتي، انطوني راتب.
كانوا فريق ما كان بإدارة، شلون ينطيك راتب؟ لا هو متفق وياك لقدام. لا متفقين احنا بين، يعني كان اتفاق بين اثنيناتنا نتعاون. بعدين قلت لهم خلاص انتم ما طول ايش تقولون، يعني انا هم اريد استفاد وانا عندي عروض، وكان جايه قريبه المرحله الثانيه. هسه هنا صح، هسه انت هنا صح. قلت لهم انا اريد اعطوني راتب، انا بعد ما احكي ولا اتدخل باي شيء بالفريق. خوش. وشي قلت لهم انا متعلم كل سنه اروح اشوف خطا، بس اذا المدرب ما يقبل ما اقبل، يعني ما احكي، لان انا جاي استلم راتب وادل عليه. قلت لهم انطوني راتب، وكانت هم عندهم نيه يجيبون لاعبين محترفين 2. فقلت له ليش يعطون هذول؟ اعطوني انا هم باعتبار لاعب محترف. ما انطوك؟ قالوا لا، فهم فضلوا يستغنون عني على يجيبون على مود محترفين. زين استاذ حسام، سؤال، هو لو هسه انت هاي الامور الاداريه بعيد عنها، بس انت باعتبار لاعب هم كنت تعرف هاي الامور. يعني الفريق على حكيك ما بي ماده، شلون انتم تجيبون لاعبين محترفين، لاعب من السماوه ولاعب نيران؟ اول ما بدينا نتحرك على المسؤولين، تحركنا على الدكتور محمد هادي اول شيء. فالدكتور محمد هادي قال روح دعم، شو تريدون؟ دعمكم طبعا عن طريق حسان ابو كوثر. قال شو تريدون انا انطيكم. من بدا الدوري تغير الحكي، ما اعطاكم كل شيء، ما انطانا بالبدايه 3 ملايين او مليونين ما اتذكر بالضبط. منو دعمكم من النواب؟ داود العيدان بس. وداود العيدان كان دعمه يعني نقول قوي. احنا غير هاي المسؤولين غرفة التجارة مبلغ شهري 500,000 مدة. هن 5 ملايين قسموهن على 5 ملايين قسموهن على 10 أشهر. كادر التدريب يصرف من جيبه الخاص؟ الكادر التدريب عامر؟ دكتور عامر صرف من جيبه الخاص؟ بالبداية هو صرف من جيبه تعوضا دنيا شوية. ما احنا بعد من طلعت انا بعد ما، بس هي ذا ترجع لها انت. احنا صارفين باعتبار نجومنا، انت مجرد جاي بلاش، انا مجرد جاي بلاش، انا جاي بلاش، يعني انا عفت راتب صح، يعني انا باعتبار هسه، بس هو هم جاي بلاش وهم يدفع من جيبه، هسه هو يصير مضارته اكثر من عندكم. صح. هسه احنا نبقى